هذه بنظري أنا المتواضع أنه هذا دستور يجب عليه أن تسير الشعوب الإسلامية، ويجب عليه أن يسير كل شيعي. إذا شيعي ينتمي لعلي بن أبي طالب ودائرة علي بن أبي طالب، عليه أن يسير على هذا النهج، وهو النهج اللي وضعه الإمام علي عليه السلام. أما تقول إنه شيعي وأنت مخلي لي صورة صدام وراك، أما تقول إنه أنا الشيعي وبعدك تخلي صدام، أما تقول أنا شيعي والزور وبعدك على نهج صدامي من داخلك، هذا مو شيعي. الشيعي هو الذي يسير على نهج علي بن أبي طالب عليه السلام، بالقول، بالفعل، بالممارسة، بالعمل. خلينا نشوف علي بن أبي طالب شنو أراد من رسالته إلى مالك النخاعي، مالك الأشتر النخاعي. الإمام علي صوت العدالة، صوت العدالة الإنسانية، اللي عند الشيعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الولي الشرعي والمرسل من قبل الله والمؤكد عليه في كتب السماء هو الإمام علي عليه، شاء من شاء وأبى من أبى. هو الولي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الخليفة وهو القائد وهو القدوة وهو الصدوق. أما هاي الألقاب اللي خذوها بعض الناس هي سرقة لتراث علي بن أبي طالب عليه السلام. لكن هل نحن نسير على نهج علي بن أبي طالب؟ إحنا الشيعة كان كمسلم شيعي أنا متبع نهج علي بن أبي طالب، ساير على نهج علي بن أبي طالب؟ لا، بالحقيقة لا. والدليل نحن فشلنا فشلا ذريعا في العراق بعد سقوط نظام صدام في إدارة الدولة العراقية وعدم التمسك بمبدأ أهل البيت عليه السلام. تمسكنا فقط بالظاهر، القشور، وتركنا اللب. الآن كيف يصف علي بن أبي طالب في رسالته التي أوصى بها مالك الأشتر؟ يعني أول هدف الإمام علي عليه السلام: وأشعر قلبك للرعية بالرحمة والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، أما أخ لك في الدين وأما نظير لك في الخلق. يعني هذا الإمام علي الوصف الدقيق لرسالة علي بن أبي طالب عليه السلام لكل شيعي. لا تكون عليهم سبع ضاري وتاكل وتلهف، من تروح لك على معاملة ولازم ينطيك يلا تسوي المعاملة، لازم تبوقه والسرقة والتعبة وتوديه محافظات، من محافظة لمحافظة، على مود تاخذ من عنده فتات الدنيا، مع أنه أنت تموت وهو يموت. صدقني الموت سيطيل كل البشر، ماكو واحد يبقى. يعني خل في الكون، يعني في المعادلة، لو إنسان نصف نفسه ونصف حياته وفكر بمماته، كان الإنسان أجدر به أن يعيش سعيدا في الدنيا وفي الآخرة. يقول له بالمحبة والرحمة والمودة، ولا تكن عليهم سبعا ضاريا تأكل تغتنمهم تبوكهم تسرقهم تأخذ كل أموالهم، بينما أشعرهم بالمودة والرحمة والمحبة والوئام. هذا هو اللي أكد عليه الإمام علي عليه السلام في مسيرة الدولة وبناء علاقة متوازنة ما بين القائد والمجتمع. الدولة المتكاملة اللي وضعها علي بن أبي طالب عليه السلام في رسالته إلى مالك الأشتر هي دستور كامل لكل الشيعة بدون استثناء ولكل المسلمين. ما يتبعوا لي فلان وفلان اللي زورهم التاريخ. الآن احنا تحدثنا عن كتب التاريخ المزورة يمكن أول ما بدينا ب 96 عن كتب مزيفة. الآن كلهم قد يتحدثون عن هذه الكتب المزيفة وهؤلاء القادة المزيفين، وبدت الأصوات الطيبة النيرة تتحدث عن تاريخ وحقبة ملونة بالدماء دفع ثمنها المسلمون جميعا. الرسالة اللي أرادها علي بن أبي طالب هي الدولة المدنية المتكاملة. يعني علي بن أبي طالب وضع السجون، وضع الشرطة، وضع القوانين، وضع بيت المال، ووضع كل شيء. وهذا الإرث موجود عندنا في العراق، لكن للأسف الشديد لا رجل دين مستفاد من عنده. رجل دين بس يصير رجل دين يصير وشة أحمر ومثل النمرشته، وياخذ يغتنم يلغف، ما يفكر بعد بالفقير بعد، لأنه صار سلطان قديس. هو أعطى نفسه صك القدسية وخذ الأمور ومشت الأمور مالته واستحوذ على الفقراء. بينما علي بن أبي طالب ومدرسة علي بن أبي طالب ليس بهذا الشكل. مدرسة آل محمد ومن يتبعون آل محمد ليس بهذا الشكل أبدا، ولا يمكن أن تكون في يوم من الأيام بهذا الشكل. مدرسة علي بن أبي طالب الرحمة والمودة والأخاء والتعاون. وعلي بن أبي طالب عندما أراد من رسالته إلى النخاعي أنه يقول له أنت رايح البلد ليس فيه فقط مسلمين، في أقباط مسيحيين وفي أصناف عديدة من المجتمع. ما قال له، وضع الأخوة الإنسانية. شوف الإخاء الإنساني أكبر من كل شيء.
يعني الناس مو كلها نفس مسلمين، العالم الآن مو كله مسلمين، والعالم الآن مو كله مسيحيين، والعالم الآن مو كله يهود، والعالم الآن مو كله ملحدين، والعالم الآن مو كله بوذا ولا كله هندوس ولا كله مجموعة من العالم خلق الله سبحانه وتعالى قسم مسلمون والقسم الآخر مسيحيون، والمسيحيون يتقسمون إلى كاثوليك ومجموعة من المسيحيين الأخرى، والمسلمين يتقسمون إلى طوائف، والعالم مجموعة، لكن أكو رابطة اللي هي أقوى من كل شيء. الرابطة اللي هي أقوى من كل شيء هي الرابطة الإنسانية. هذه الرابطة الإنسانية أقوى من كل شيء، أقوى من الدين، لأن الأخاء الإنساني حتى الإمام علي من قاتلهم في الجمل قال أحدهم: لماذا تقول أخوانا؟ قال: الأخوة الإنسانية هنا المفهوم، وليس الأخاء الديني، لأنه أشمل وأعم وأكثر أهمية من الأخاء الديني، لأن مو كل الناس مسلمين، ولا كل الناس شيعة، ولا كل الناس سنة، ولا كل الناس مسيح، ولا كل الناس بوذا، ولا كل الناس هندوس، ولا كل الناس أديان مختلفة، إنما الناس إنسان. الأخاء الإنساني هذا اللي أراد علي بن أبي طالب أن يوصله إلى كل إنسان من أتباع علي بن أبي طالب. الأخاء الإنساني، وضع الأخاء الديني، وضع الأخاء الإنساني، واللي هو أعم وأشمل. أما تكثير الناس وقذف الناس بالأشياء ما كانت في دولة علي بن أبي طالب. هو شنو قابل أنتم أفهم من علي بن أبي طالب؟ لو أفهم من الإمام الحسن والحسين، لو أفهم من أهل البيت، لو أفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أفهم حتى مما أنزل الله: لا إكراه في الدين. حتى الله سبحانه وتعالى اللي ينزل كتابه وقرآنه ما جبر الناس أنه تتبع رسول الله بالإكراه، قد تبين الرشد من الغي. واضح، ما بها مجاملة، تريد تصير مسلم تصير، شو تريد تصير، ما جبر. أما هذه الفتوحات كلها فتوحات ضالة، فتوحات السلطان، هاي الفتوحات اللي فتحوا فيها الإسلام واللي الآن كثير منهم فرحانين بها، فتوحات لم يقم بها رسول الله. رسول الله جل بالرحمة: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعلي بن أبي طالب لم يقم بفتح أي دولة ومحاربة أي قوم وإرغامهم على دخول الإسلام. هذا علي بن أبي طالب، وهذا عندنا هو المدرسة وصوت العدالة الإنسانية. لأنه أنت لما تريد الناس تشوف أخلاقك وتتبعك، ما تتبعك أنا أتبعك بالقوة، ممكن أنا انفجر عليك في يوم من الأيام، ممكن أنا أغير رأيي فيك، لكن لما أتبعك بالرحمة والمودة والإخاء والعاطفة راح تكون رسالتك أقوى وأعظم من كل شيء. ولذلك هذا الموضوع المهم اللي أكد عليه الإمام علي عليه السلام هي المودة والرحمة والإخاء الإنساني. ونحن بحاجة لذلك في مجتمعنا العراقي، بحاجة لزرع بذور الرحمة وبناء دولة المواطنة، دولة المواطنة الحقيقية وليس دولة المواطنة المزيفة. نحن بحاجة لإعادة ثورة إعمارية، ثورة إعمارية في العقول. يجب أن نعيد بناء عقول الناس. العقول الناس للأسف تساق هنا وهناك، وتسيطر عليها مجموعات من التجمعات، سواء تيارات أو أحزاب أو عشائرية. العراق بحاجة إلى دولة تعيد له حاضره ومستقبله وتاريخه، دولة يجب أن تسير على نهج علي بن أبي طالب عليه السلام في القول وفي الفعل وفي الممارسة. نحن الآن لسنا أنه نصنف البشر ونقسم البشر. الله سبحانه وتعالى بكل رسالة سماوية بكل ما أرسل ما جبر إنسان أنه يتبع بالقوة، ما تبع. الله قادر على كل شيء، قادر في قدرته على كل شيء. أنت عليك المودة والرحمة وعيشة المواطنة. ما تسأل على الإنسان دينه، صابئي، مسيحي، يهودي، مسلم، شيعي، سني. العراق بحاجة إلى دولة المواطنة، دستور يحمي جميع، يحمي جميع الناس، يحمي المسيحي مثل ما يحمي المسلم، ويحمي الشيعي مثل ما يحمي السني، وتعيش في بوتقة الأخاء الإنساني، أخاء المواطنة. أنت ودينك، ما أنا أجبرك أنه أنت تصلي لي، ولا أنت تجبرني أنا أصلي لك، ولا أجبرك أنه أنت تدخلني إلى مرقص، ولا أنا أجبرك دخلك إلى جامع. هاي الحقيقة المواطنة. يعني ماكو إنسان الآن ما يعرف أنه يموت. أنت شو يخصك بها يا عمي؟ هو وربه. الدنيا مجرد محطة، والآخرة هي الدنيا، هي دار القرار. تجبر العالم على معتقداتها وتجبر الناس على ما تريد. انت عليك انه تنزل مبدأ الرحمة والناس تتبعك. اذا انت تصير على نهج علي بن ابي طالب او نهج الاسلام، الناس تشوفك تقول هذا كلش خوش انسان. هسه احنا مرات ليش احنا ننبهر بالنظام الاخر ونشوفهم؟ لانه نظام مرتب، طرق مرتبة، دستور مرتب، مستشفيات مرتبة، قانون، مواطنة، حقوق. ابني دولة الحقوق ودولة المواطنة، واستفيد من تاريخك، واستفيد من الامام علي عليه السلام. مو اسلحة ورمي وصواريخ وقاذفات
وعشيرة على فلانية تحتدي على عشيرة وتهديد. ارجع إلى المعروف، إلى دولة تضع قانون يحمي الناس، دولة تحمي المجتمع. المجتمع الآن بحاجة إلى حماية. إذا كل واحد يكون له بندقية وينزل بالشارع ماكو دولة، صرنا مثل أتعس دولة بأفريقيا. بحاجة إلى إعادة بناء مؤسساتنا، المؤسسات الدينية والمؤسسات الإسلامية والمؤسسات التربوية والمؤسسات العشائرية، وجعلها كلها تنصهر في الدستور وفي القانون حتى يعيش الناس بسلام. حتى أنت من تطلع، ابنك من يطلع، وبنتك من تطلع، وزوجتك من تطلع، وأمك من تطلع، تكون تعيش بسلام وأمان، حتى يعيش المجتمع في أمان. وهذا الأمان موجود، الأمان موجود، كل شيء موجود عندنا. هذا رسالة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إلى مالك الأشتر، هي دستور كامل يجب على كل إنسان. اقروها، قالوا عليها السياسيين خصوصا اللي كانوا ينتظرون الفرج والدعاء: اللهم فرج عنا ونرغب إليك في دولة كريمة تعز فيها الإسلام وأهله وتذل فيها النفاق وأهله. احنا قمنا نقرب المنافقين وأهله ونحتال حتى على رب العالمين. وين الدعاء؟ وين ذلك الصريخ وذلك الدعاء وذلك النوح والبكاء؟ وين؟ الآن قمنا نحتال حتى على الله سبحانه وتعالى. هذا علي بن أبي طالب. قريب علي بن أبي طالب مو بس نستفاد من عنده، يجون الزائرين يخلون فلوس ونستفاد. علي بن أبي طالب مدرسة تربوية، مدرسة لكل الأجيال، دستور حياة في الدنيا والآخرة. اللي يصير على نهج علي بن أبي طالب يجب عليه أن يلتزم بخط علي بن أبي طالب، يلتزم بخط علي بن أبي طالب في كل شيء، حتى يراجع هذه الرسالة ويقرأها كل يوم ويطلع عليها كيف صنف علي بن أبي طالب عليه السلام المجتمع. صنفان لا ثالث لهما: أما أخ في الدين أو نظيرك في الخلق. الإنسانية، الإنسانية اللي هي أهم وأعظم وأقوى من كل شيء. الإنسانية، المحبة والمودة والسلام والرحمة واستشعار الآخر بالأمن والسلام أيا كان هذا الآخر، سواء كان مسلما أو غير مسلما، لأنه إنسان. لماذا سمي إنسان؟ شو اللي غرض به؟ شنو يريد يكون أنت؟ بس مجرد تصعد على المنبر وقمت تحكي تتكلم يمينا وشمالا؟ المفروض حتى في خطاباتنا وفي طريقة حديثنا وفي طريقة بناء مؤسساتنا نكون حريصين، وخصوصا إذا كنا ننتمي إلى دائرة علي بن أبي طالب عليه السلام. خصوصا اللي ينتمي لعلي بن أبي طالب وشاف الظلم ما يظلم، واللي ينتمي لعلي بن أبي طالب وشاف القسوة ما يقسي، واللي ينتمي لعلي بن أبي طالب وشاف البوق والسرقات ما يسرق، واللي ينتمي لعلي بن أبي طالب وشاف الانتهاكات والظلم، سنوات من الظلم والحرمان والاضطهاد، عليه أن يسيروا على هذا النهج المحمدي الأصيل ويصله للعالم، ليس بالطريقة التي يراها هو بل بالطريقة التي أرادها أهل البيت عليهم السلام، أن تصل رسالتهم المحبة والسلام والمودة. ورسالة الحقوق للإمام السجاد، رسالة الإمام علي، رسالة الإمام الحسين، رسالة الإمام الحسن عليهم السلام. دولة أئمتنا اللي احنا نقتدي بيهم، اللي ما يوم من الأيام فرقوا بين شخص، هذا علي بن أبي طالب. اقرأ تاريخ علي بن أبي طالب، لا فرق لا بين مسيحي ومسلم، كان ينظر إلى الرعية من خلال الدولة، من خلال الدولة، إقامة الدولة العادلة، لأنه صوت الإنسان، صوت العدالة الإنسانية. ولذلك كثير من الكتاب المسيحيين أثنوا على علي بن أبي طالب وألفوا له الكثير من الكتب، والآن المكتبة مزدحمة بهذه الكتب الرائعة التي تمجد ذلك الشخص الذي وضع الإنسانية على طريقها الصحيح، ووضع الخط الإسلام الصحيح، ووضع الدولة الصحيحة والمبدأ الصحيح والرسالة الصحيحة. مو رسالة سرقة وبوق ونهب. حاشا من ينتمي لعلي بن أبي طالب أن يسيروا على هذا النهج، لأن علي بن أبي طالب أكبر وأكثر وأدق وأعظم من أولئك المتزلفين والكاذبين والمستسلمين الذين يزيفون التاريخ. علي بن أبي طالب أكبر وأعظم من كل أولئك الذين أرادوا حرف الأمة عن طريقها الحق، وهو طريق العدل والمودة والإنسانية وليس الطبقية. وضع دستور علي بن أبي طالب ونظام وهدف لكل الأمة، ليس للأمة الإسلامية فحسب وليس للشيعة، وإنما لكل من قرأ نهج علي بن أبي طالب وأسار على نهج علي بن أبي طالب واستخدم عنه. أنت علي بن أبي طالب وبندقيتك وتهوس وتقتل أخوك؟
انت علي بن ابي طالب كان له كلاشنكوف وراجمه وعشيره تهجم عشيره وتقول انا انتمي لعلي بن ابي طالب. لا يابا، انت ما تنتمي لعلي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب الرحمه والموده والبحث عن الاخر ونهج قيم للاجيال. علي بن ابي طالب مو بهذا الشكل. علي بن ابي طالب اعظم واجل واكرم ان ننتمي الى علي بن ابي طالب ولا ان نسير على نهج علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب قدم لنا مدرسه ليس لنا فقط بل الانسانيه جميعا، ولذلك الان طبل المكتبات شوفها ضخمه من كل الاديان تتحدث عن ذلك المصلح وذلك الامام وذلك العادل. احنا شنو قدمنا؟ احنا قدمنا شنو؟ بس نصعد على المنبر نكفر هذا ونصير على نهج الاخرين؟ شنو يعني هذا؟ انجاز؟ مو انجاز، هذا فشل ذريع، عدم ايصال الرساله الحقيقيه. كان الاحوج بنا ان نقوم بنشر مذهب ال محمد صلوات الله عليهم اجمعين للعالم، لانه مذهب الرحمه والموده والانسانيه والعطف والرحمه. رحمه في كل شيء، في دوائرنا، في مستشفياتنا، في خدماتنا، في طرقنا. هذا علي بن ابي طالب نحوله الى ثروه نستفاد من عندها، نقضي ونقابله، مو بس نزور ونقضي شباك ونرجع، ومو بس نلطف. لا، علي بن ابي طالب ما يريد هيك. علي بن ابي طالب يريد منا دوله عادله، يريد من عندنا دوله الانسان، دوله المواطنه، مشروع كامل متكامل، لا نكون اصباع ونصير بوظيفه نغتنم وناخذ الفلوس ونسرق العالم، ولا عندما نكون مؤسسه دينيه بس نحاول نقدس انفسنا ونحول انفسنا سلطان باسم علي بن ابي طالب ونغتنم ويكون الناس لدينا اتباع. حتى علي بن ابي طالب مو هذا الشيء، صدقوني مو هذا الشيء ابدا، لن ولن يكون علي بن ابي طالب بهذا الشكل. علي بن ابي طالب الرحمه والموده والانسانيه. نسال الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، ونسال الله ان يمن علينا جميعا بالرحمه وان يرحمنا ويرحمكم، ونسال الله الذي اعطانا العافيه حتى عدنا نتحدث مره ثانيه، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الله وبفضل الطب ورحمه من الله، وكله يرجع الى الله سبحانه وتعالى. الشيء الاكيد انه هذه القوه من الله سبحانه وتعالى، انه الان عدنا نتحدث اليكم، والا احنا الله سبحانه وتعالى اراد منا ان نكون بهذا الشكل، ولله الحمد عدنا كما كنا، ونسال الله لنا ولكم التوفيق والرحمه والموده، ونسال الله ان يسير على نهج علي بن ابي طالب، وان نطبق الجزء البسيط من نهج امير المؤمنين في كل شيء. تحياتي لكم جميعا، وأتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى كل القلوب. والإمام علي عليه السلام يقول القلوب أوعاها، قلب واعي دارك رحمة ومودة وإنسانية حتى يعرف الحق من الباطل، وأن نبني بلدنا ونطوره للأفضل حتى يكون مثل بلدان العالم. احنا كنا نتوقع العراق عندما يذهب صدام يصير البلدان تصير هجرة معاكسة. في يوم من الإذاعة اتصل بي أحد الأخوة هنا في ميشيغان، قال إن شاء الله إذا سقط صدام ستكون الهجرة معاكسة للعراق، باعتبار أنه الناس اللي كانوا في الخارج والمعارضة العراقية في ذاك الزمن لديها مشروع، لكن عندما اغتنموا السلطة كأنهم بني العباس للأسف الشديد. العباسيين عندما أتوا إلى السلطة كانوا يقولون يا لثارات الحسين، ولكن انحرفوا عن النهج الحقيقي بعد أن رأوا السلطة والمال والجاه. ما كنا نتوقع بهذا الشكل، ولكن نسأل الله أن يطهر البعض نفوسهم، وأن يعودوا إلى جادة الصواب، وأن يدرسوا عليا ليس في النواح والبكاء والعويل، وإنما علي صوت الإنسانية وصوت العدالة الإنسانية التي تصل إلى كل العالم. هذا هو علي بن أبي طالب، وهو الوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.